انتوا عارفين ان الدنيا جت عليا جامد، وربنا بس العالم بحالي واللي بنمر بيه، بس الحمد لله على كل حال. الواحد ما ينفعش يستسلم ويقول كده خلاص ما فيش فايدة. قلت يا بنت لازم تعمل اي حاجة عشان تساعد البنات دي. هنعمل ايه؟ لازم نسعى على رزق بالحلال عشان نوكلهم ونشربهم، عشان المدارس جاية والدروس والمصاريف، وربنا كريم، وربنا يا جماعة مش بيضيع تعب حد. بعد كده قلت لازم نبدأ، ربنا يكرمني بشغل بيتي. مفيش فايدة، هنروح وين ونجي من وين؟ ربنا الوحيد اللي يعلم بحالي، وهو اللي يقدر برضه يرزقني ويفتح لي باب رزق من حيث لا نعلم، لا أنا ولا غيري. أقسم بالله العلي العظيم كنت في اليوم ده يا بنات معلقة على فول، يعني لزة فول، احنا عندنا في الصعيد نقولوا لزين فول، لزة فول لبناتي، وربنا بعت لي الرزق ده لغاية باب البيت. الحمد لله ربنا عظيم وكريم. ابتديت مشروع أكل بيتي يا بنتي عشان ربنا يكرمني عشان خاطر بناتي. الحمد لله يمكن المشروع ده يبقى لي سبب رزق ليا ولبنتي، وربنا هو اللي عالم بكل حال واحد. اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، أمين. حبايبي وأخواتي جبارين الخواطر، يسعدكم ويجبر خاطركم، اللهم أمين يا رب العالمين. فضلا وليس أمرا يا بنتي، أجبروا بخاطر وأوقفوا معايا عشان الرب بنتي تبي الحلال. عايزاكم تحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وتعالوا شوفوا تحضيراتنا للاوردرات اللي طالعه. ده مش يوم واحد يا بنتي، ممكن ده يكون يومين ورا بعض. انا يعني كنت بنصور ولميت ايه مع بعضها كله. والايام الجايه برضه باذن الله اغلبيه الاوردرات عندي طواجن ومحاشي يا بنات. ربنا يا رب يسعدكم ويجبر خاطركم. كمان في وجبات خير للي عايزه تعمل خير او عايزه تعمل صدقه جاريه او عايزه تعمل اي حاجه برضه، انا تحت امركم. ربنا يسعدكم ويجبر خاطركم. عايزاكم توقفوا جنبي وتدعموني بدعوه حلوه وبجبر خواطر، وباذن الله هنقول لكم بديت كل حاجه ازاي مع بعضنا باذن الله. بس بالله عليكم عشان خاطر ربنا وخاطر بناتي ما تنسوناش باللايك يا بنتي وبالدعوه الحلوه. الله يجبر خاطركم ويسعدكم. مليون شكر لكل الناس الحلوه اللي هتقول لي كلمه حلوه، ومليون شكر برضه لكل الناس اللي هتطلع تبهدل فيا وتقول لي انت شحاته وانت. الحمد لله ربنا عالم بحالي وعالم اذا كنت شحاته ولا لا. بصوا يا بنتي قاعده لا بيا ولا عليا. كان انا زي ما انتوا عارفين بطلتش تفكير خالص في اي مشروع نعمله، وكنت في اليوم ده تليفوني كان مقفول خالص بايظ رضيش يشحن حتى. ساعات البنت يقولوا ما ده السكت، وساعات يقولوا لي ده الشاحن باظ، الله اعلم. المهم خد التليفون يوم كامل فاصل مني خالص. قاعدين ناكلوا ايه نشربوا ايه، لقيت عندي نص كيلو فول من بتاع رمضان، رحت قمت علقت عليه. والله حتى عيش ما كان عندي في البيت ولا دقيق، عشان انا متعوده لما يكونش في عندي دقيق نعمل لهم فطيره، نعمل لهم حاجه، بس ما لقيتش. رحت علقت نص كيلو الفول وقلت ايه ربنا يوسع ان شاء الله ونجيبوا اي حاجه ناكله. والبنت كانوا في اليوم ده جعانين، الا لقيت السواق بتاع الدكتور اللي كان ياخد مني وجبات رمضان ده اول بدايه الخير يا بنته، خبط علي الباب وجايب لي الكياس دي، عايز محشي وعايز طواجن. قال لي عرنا عليكم من الصبح ما فيش عندك رد خالص. قلت له ده التليفون بايظ. المهم البنت نزلوا جابوا باقي الحاجه معاه وقال ده عايزه بكره المغرب. فانا طبعا ما قدرتش نرفض. شايفين ادي دمست الفول. انا فرحت جوه جوه جوه، وخدت الحاجة وابتديت نجهز من عشية لغاية الصبح بالصلاة على الحبيب. شايفين يا بنات ادي يومي على الطبيعة ووريتكم كل حاجة، وبإذن الله ادعوا لي ان ربنا يكرمني في مشروعي على طول، وربنا يجبر خاطري بإذن الله ويبعد عني ولاد الحرام وبنات الحرام. جبت مواعيني واديني شايفين البدنجان الله اكبر، جمعت قورته، والفلفل قورته، هم بيحبوا الفلفل الغليظ والفلفل الشطيطة، فهم كانوا جايبين كل الطلبات. انا خدت كراية بس في الموضوع. بس يا بنتي نصيحة لله، اللي هتبتدي مشروع بيتي انت اعملي وبيعي احسن من ان حد يجيب لك وتاخدي كراكي. لما بتاخدي كراكي ايا كان بيبقى قليل على مشروع، على انك انت تكسبي لما تجيبي طلبات. طب انت قبلتي ليه فارس؟ هو عارف ظروف الدكتور وعارف اني انا مش هنقدر نجيب الطلبات دي لاني انا ما معيش فلوس. لكن لو انت ربنا هيكرمك حتى لو باي مبلغ صغير وابتديتي وجبتي هيكرمك ربنا ويوسع عليك ان شاء الله. نفس الحكايه في المخبوزات يا بنتي، لما بتاخدي ايجارك على الكيلو مش بيديكي حقك زي لما انت بتبقي جايبه طلباتك. ربنا يوسع علينا وعليكم
ويجبر خاطري وخاطركم، اللهم امين يا رب العالمين. كمان كان في كوسه هنا يا بنت ادينا بنقورها. اللهم صل على رسول الله. الكوسه انتوا بتقوريها خلي بالك منها، لان الكوسه بتبقى طريه ميه فممكن تطق منك على اي سبب. وادي البيت البنت مخلينا شايفين. الناس اللي بتدخل وتقول لي انت معفنه والمكان من اهمالك ومن عدم نظافتك انت وبناتك، السيراميك والدنيا عندك بتتكسر. اقسم بالله العظيم يا جماعه مش شكر في نفسي، احنا انظف يعني. ايوه غلابه بس نضاف وبنحب النظافه، والحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، ربنا عظيم وكريم. شايفين الخلطه العسل؟ باذن الله لو عايزين اي حاجه من الوصفات اللي شفتوها اكتبوا لي في التعليقات، واول ما يجيني اوردر تاني نعملها لكم بالتفصيل. بصوا شايفين خلطه المحشي ازاي يا بنات؟ ما حدش يقول لي لابساش جوانتات ومش جوانتات يا ام فارس. احنا يا حبايبي بنغسلوا ايدنا اقسم بالله يمكن مليون مره. ده انا بنحس نفسي ان اللي بيقضي بايده انضف من الجوانت، لانك انت الجوانت بتلبسيه بتتكلي كانك لابسه لانك ايدك نظيفه، فبتحط ايدك هنا وهنا وهنا من غير غسيل. بالعكس لما يبقاش في ايدك جوانت بتروحي تغسلي ايدك من الخلطه، بتروحي تغسلي ايدك مكان الصلصه، بتروحي تغسلي ايدك مكان ما نقتي رز، بتروحي تغسلي ايدك مكان ما قورتي المحشي. فاهميني؟ فانت بتبقى غاسله ايدك كذا مره. هنا يا بنت كمان هنعمل رز بشعريه. صلوا على الحبيب واجبروا خاطرنا. بصوا المحشي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ودي الملوخيه الخضراء يا بنتها. صلوا على الحبيب يا حبايبي، صلوا على الحبيب. وهنا هتعمل السلطه لسه ما عملتهاش. وادي المحشي يا بنتها بقيه برضه. كان هنا في كميه طلعت وفي كميه لسه ما طلعتش يا بنتها. شايفين الاوردر ده بتاع تاني يوم، ده مش اوردر الدكتور، ده تاني يوم يا بنتها. ربنا كرمني برضه من على الصفحه. شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. برضه محشي وملوخيه، اللهم صل على رسول الله، ورز بشعريه. شايفين هنا زودت شويه سمنه علشان لقيت حسيت ان بتاعت الشعريه قليله. هنا هنعمل الطشه بتاعت الملوخيه يا بنتي. شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وكمان كنت عامله طواجن باميه باللحمه الضاني، وكنت عامله اللهم صل على رسول الله موزه. ويا رب ان شاء الله باذن الله كل اللي عملته باذن الله نصوره ونوري لكم. ممكن انا اسفه معلش، ممكن كمان في اللهم صل على رسول الله في تطليع الاوردرات يا بنتي تلقوا كل حاجه متصوره وحدها. ليه؟ الطلب اللي كان يطلع كنت بنصوره خوفا على ان نلف الحاجه ما تتشافش. بالصلاة على الحبيب. صلوا على الحبيب واجبروا خاطر الله يسعدكم ويجبر خاطركم. ولو عايزين ننزلكم الفيديوهات الاوردرات اللي هتجيني زي كده في فيديوهات اكتبوا لي برضه في التعليقات. ولو انتوا زهقانين ومش عايزين برضه اكتبوا لي، وانا مش هنزعل والله، مش هننزل حاجه تاني. ربنا يسعدكم ويجبر خواطركم ويجعل في ميزان حسناتكم. ايوه نسيت نكمل الناس ومنهم البني ادم اللي انا عايشه معاه، وناس كتير ما نعرفهاش ولا تعرفني هتقول لي يا ام فارس، مش هتقول يا ام فارس هي بس هتقول لي يعني انت انسانه معفنه انت وبنتك وبيتكم معفن ودنيتكم معفنه. اقسم بالله لا يا بنتها، والله انا يمكن عشت بسيطه وعلى قد حالي، بس انا بنحب النظافه والحمد لله الحمد لله فضل ونعمه كبيره من ربنا. بنتي برضه طلعوا يحبوا النظافه زي يعني بسم الله ما شاء الله. والله يا بنات والله احنا يمكن طول النهار كل اللي بنعملوه بنكنسه ونغسله ونطبخه، كل يعني طول النهار الغساله شغاله، الكنيس، التنظيف، الترويج، يعني مش عارفه نقول لكم ايه. يعني لو اي وحده في كان جت بيتي على غفله وقلت تحت السراير ولا قلت هنا ولا هنا، يعني استحاله تلقى ظبط والله. يعني احنا بنقول له يمكن الشقه كلها كل اربع بنقول لها تحت السراير وفوق السراير والحيطان والبيبان ومخلينها زي الفل. فبالله عليكم بلاش الكلام الوحش، بلاش الكلام اللي هيجرح عشان خاطر البنت هتزعل. وزي ما انتم عارفين ان هم ساعات بيقروا لي التعليقات وساعات هم برضه بينزلوا حاجات على القناه فبيصعب عليهم نفسهم يعني. والناس اللي بتدخل تقول شحاته ومش شحاته، حتى معايا بنت صغيره على طول تقول لي ليه يا ام الناس هتقولنا شحاته؟ يعني احنا ايه اللي عملناه عشان الناس تقول علينا كده؟ فيعني ربنا يجبر خاطركم ويسعد ايامكم ويجعل في ميزان حسناتكم. اللي مش عاجباها قناتي على راسي على راسي على راسي، قنوات كتير احسن مني 1000 مليون مره وتتمناكم عنديهم. بس فبالله عليكم بالله عليكم يعني اجبروا خاطرنا بالكلام الحلو. الله يسعدكم ويجبر خاطركم. صلوا على الحبيب وحطوا اللايك وقولوا لي ايه رايكم في شغلي، إيه نكمل ولا لا، انا هشتعك ولا ايه الدنيا. انا عارفه طبعا ليش دعوه، انا مش بناخد رايي بحبايبي، حبايبي انا عارفاهم
وواثقه منهم الناس اللي معايا في القناه على طول. انا الناس اللي هي بتهيني وبتبهدلني، ادي الشقه وادي وكل العيش. انا يا بنتي مش عايزه حاجه على الساهل ولا عايزه حاجه على الطبطاب، والله 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 انا نفسي نسقى ونتعب، لاني خلوا بالكم طعم اللقمه بالشقه وبالتعب غير اي حاجه تاني. فصلوا على الحبيب واجبروا الخاطر، الله يسعدكم ويجبر خاطركم ويجعل في ميزان حسناتكم، اللهم امين يا رب العالمين. الباميه دي كانت بالعكاوي يا بنات، شايفين بسم الله ما شاء الله. صلوا على الحبيب يا بنت، صلوا على الحبيب. شايفين دي كانت فراخ مشويه في الفرن، كانت وراك، دي كانت وراك مشويه في الفرن. ودي طواجن طالعه فرداني، التاني الكبير ده عائلي ودول فرداني يعني فرد واحد يا حبايبي. وهنا ادي بنعبوا المحشي بالصلاة على الحبيب. صلوا على الحبيب يا بنتي واجبروا خاطر. بصوا بنتي ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويخليهم لي يا رب معايا على طول يا حبايبي. والله انا وهم على الزمن، انا وهم على الزمن، احنا مع بعضنا على طول، طول النهار وطول الليل. فربنا يسعدنا ويسعدكم ويجبر خاطرنا وخاطركم، اللهم امين يا رب العالمين. دعوة حلوة، ربنا يجبر خاطركم ويسعدكم. وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات، وقولوا لي ايه رأيكم في مشروعنا، وقولوا لي برضه نكملوا ولا كفايانا لغايه كده. بصوا صواني المحشي كانت طالعه يا بنته بالصلاه على الحبيب. صلوا على الحبيب وادعوا لي ان ربنا يبعد عني ولد الحرام ومشروعي يستمر، عشان والله 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 الضغوط اللي انا فيها ما يعلم بها الا ربنا، مدارس ودروس وبنت ولا جابوا شنط ولا جابوا، لا مخزة في اللفظ انا اسفه، كاوتشات ولا طرح ولا حاجه المدرسه ولا كراريس ولا قلام وهلم جره، غير الديون اللي اختكم متديناها يعلم بيا الا اللي خلقني. فجبر خاطر منيكم، الله يسعدكم ويجبر خاطركم ويهنيكم ويجعل في ميزان حسناتكم. اكتبوا لي كلمه حلوه كده تجبروا بخاطر وخاطر بنتتي. قولوا لي ايه رايكم نكملوا ولا لغايه كده خلاص، ولا وكل زين ولا مش زين. وبرضه لو عايزين اي وصفه اكتبوا لي في التعليقات، ولو ربنا كرمني بحاجه تاني باذن الله باذن الله باذن الله نحاول نصورها لكم. والله انا اللي منعني من تصوير الوصفات من اولها لاخرها التليفون يا بنت، انتوا عارفين ان تليفوني بايظ فمش بنقدر نصور. وادعوا لي ان ربنا يكرمني نقدر نجيب لي شويه مواعين وشويه حلل وحاجات عشان نقدر نبدا فيها. انا دنيتي على كدي والحمد لله، ده اول فيديو في مشروعنا الجديد.